أعزائي المتابعين، جايبه لكم فيلم جميل جدا، رومانسي على سسبنس. الفيلم جميل جدا وطويل 3 ساعات وشوية، يعني هختصره لكم طبعا في مدة قليلة. فيلم الشموع السوداء، بطولة صالح سليم، نجاة أمين رزق. قصة الفيلم بتبدأ من إيمان، فتاة صغيرة تعيش مع أبوها الدكتور وزوجته بعد وفاة والدتها، لكن أبوها كمان بيموت، فبتطردها مرات أبوها من بيتها، بتضطر تروح تعيش مع الدادة. وبتدور على وظايف كتير لكن مش بتلاقي، لغاية ما بتجيلها وظيفة ممرضة بس في بلد بعيدة. طبعا بتوافق، ولما بتروح بتقابل فتحي عاصم، أخو أحمد عاصم اللي هو المريض اللي هتعالجه يعني. وبيوصلها فتحي للبيت بكاريتا، لان طبعا دي ارياف وكده مفيش وسائل مواصلات. فبتلاقيه انسان يعني غير محترم بيحاول يتحرش بيها. بتصده طبعا، وبتوصل الفيلا بتقابلها حكمة مديرة المنزل، اللي بتخوفها وبتقول لها ان الممرضة اللي كانت قبلها مشيت تاني يوم الصبح بملابس النوم ومش عارفين السبب لغاية دلوقتي. فبتخاف ايمان جدا، وبتطلب منها انها تسيب الشنطة ما تطلعهاش فوق في الأوضة، لانها كده ندمت ان هي جت يعني. فبتقابلها بقى الهانم، يعني ست البيت او اللي هي والدة احمد، وبتعاملها بلطف، وبتقعد تحكي لها قصة ابنها أحمد. بتقول لها ان هو كان ضحية لبنت حبها، كانت خطيبته. وكان طبعا يعني بيقولوا لنا ان أحمد ده كاتب مشهور بيألف قصص وأشعار، وكان في كل كتاب بيهدي بيعمل إهداء لخطيبته سعاد اللي هو كان بيحبها جدا. وللأسف خطيبته بتخونه، فمن ساعتها فقد الثقة في أي أنثى، وتحول لإنسان شرير وحش بعد ما كان طيب ورقيق مع كل الناس. وبتحكي لها ان الحادثة حصلت له ازاي لما شاف خيانة حبيبته، وساق العربية بسرعة جدا واصطدم بشجرة، بعدها فقد بصره. وبعد كده بتلاقي برضو الأم ان إيمان لسه مترددة، فبتخطر لها فكرة للأم، وبتقول لها انها ممكن تيجي تشوف أحمد من غير ما هو يشوفها، وبتشوف ازاي ان هو على طبيعته إنسان طيب وحنون، لان دي طبيعته. اما لما بيتعامل مع الناس بقسوة بيكون ده بسبب عقدته، انما هو في الاصل انسان يعني طيب وكويس. فلو عاملها بقسوة بقى يعني تحاول تتحمله، لان دي طبعا مش طبيعته. وفعلا بتشوفه ايمان وبتقتنع وبتوافق انها تقعد وما تمشيش. نشوف تاني. بنشوف عبد المعطي، ده ناظر الزراعة، ويعني انسان ظريف كده ودمه خفيف، بيجي يهزر معاهم وبيورونا قد ايه هو بيحب احمد وبيحاول يحميه من فتحي اخوه. فتحي ده بيحاول يجيب له خمرة وبيحاول يأذيه، لكن طبعا عبد المعطي بيقف قصاده. فعشان كده طبعا فتحي بيحاول بقى يضربه ويهينه كده عشان يستفرد بأحمد لوحده. وهم قاعدين بيجي الدكتور اللي هيتابع مع احمد ومع ايمان، لكن بيشوف الهانم وبيقول لها ان في علاج لايديها المشلوله. بنكتشف طبعا ان ايديها اليمين فيها يعني مرض ما بتقدرش تحركها، فبيقول لها ان في علاج دلوقتي بره، لازم تسافر بسرعه قبل المرض ما ينتشر في جسمها. لكن الام بترفض عشان ما تسيبش ابنها طبعا في حالته دي. الدكتور بيكشف عليه وبيعرفه على إيمان، اللي أول ما بتيجي تسلم عليه بيبعد إيده ويكسفها، بيشخط فيها كمان لما بتحاول تساعده عشان يقوم. بتتغاضى إيمان عن طريقته الجافة معاها، وبتحاول تكسب احترامه لما بتتناقش معاه في الروايات والكتب اللي قريتها. بعد كده بتدخل أوضتها عشان ترتاح، بنلاقي فتحي بيدخل يضايقها لكن بتطرده. وأول ما بيخرج بنلاقي حكمة واقفة بتراقبهم. بنشوف طبعا مشاهد لأحمد وهو بيهين إيمان وبيحاول يجرحها عشان تمشي، لكن إيمان بتقوله مفيش فايدة من الإهانات والمعاملة السيئة دي، لأنها مش هتمشي، لأنها عارفة إن دي مش شخصيته، وإنها تعرفه من زمان من خلال كتبه وقصايده، فمفيش داعي للمحاولات دي. بنشوف مشهد لفتحي وهو بيفتح الخزنة وبيسرق منها فلوس، وبتدخل حكمة وبيتخانق معاها، وبنكتشف ان حكمة مراته في السر، وعندهم ابن في مدرسة داخلي عمره 8 سنين، وبتطلب فلوس لابنها لتعليمه ولبسه، وبتحذره كمان انه يبعد عن الممرضة الجديدة وإلا هتقتلها.
بيزعق لها وبيشتمها، لكن بيلاقي احمد اخوه جاي يزوره بيبعدها كده. بتمشي وبيجي احمد يقعد معاه، وطبعا فتحي بيصدق بقى ان هو بيجي ان احمد جه وبتجيب له خمرة وبيشربه عشان يتعبه ويأخر شفائه، لان الخمرة طبعا بتتعارض مع الادوية ومع الشفاء. بيسأله احمد عن شكل الممرضة، فبيكتب عليه فتحي، بيوصف له على انها قبيحة جدا وشكلها ملخبط وجسمها ضخم، كل حاجة يعني عكس الحقيقة. بيشك احمد في كلامه، فبيحاول يتأكد بنفسه لسببين. أول سبب إن هو يشوف إن فتحي، هل فعلا فتحي بيقوله الحقيقة ولا بيكذب عليه وبيغشه في حاجات كتيرة قبل كده كان شاكك فيها. والحاجة التانية إنه يأكد لنفسه إن فعلا رأيه كان على صواب، إن هو شايفها بشكل معين، وفعلا بيقول لها إن هو عايز يشوفها أو عايز يلمس وشها عشان يعرف ملامحها، فبتسمح له بكده وبيلمس وشها وبيعرف إن فتحي كداب. وبنشوف ان بيحصل ألفة مودة بين ايمان واحمد وكل الناس اللي في القصر، حتى الكلب روي كلب احمد برضو ايمان بتحبه، بتقعد تعلمه وتلعب معاه. وبنشوف بقى احمد بيقول لها تقرا له شويه اشعار لابن الرومي، فبتقترح عليه تقرا له من ديوانه هو الشموع السوداء، وقصيده معينه هي بتحبها، قصيده لا تكذبي، لانها غنتها في المدرسه وليها ذكرى عندها. فبيثور احمد عليها وبيقول لها لا، فبتفضل تحاول ان هي تقراها، بيطردها وبيهنها، فبتبكي ايمان وبتجري على اوضتها. بنلاقي بقى والدة احمد بتروح لها وبتعتذر لها بالنيابة عنه، بتفهمها ليه احمد زعل. بتقول لها ان القصيدة دي كان مألفها لما اكتشف خيانة خطيبته، ودي كانت اخر قصيدة ألفها قبل ما تحصل له الحادثة، وهي كده من غير ما تقصد داست على الجرح بتاعه. ف يعني بتبكي ايمان وبتحاول تعتذر، بتقول لها ما تعتذريش، واحمد بعتني عشان يعني يعتذر لك وتروحي له. بتروح ايمان، فبيطلب منها انها تغنيها له، بيقول لها انت غنيتيها قبل كده، عايزه اشوف غنيتيها ازاي. بتخاف ايمان، لكن هو بيشجعها وبيخليها تغنيها، طبعا عشان يرضيها وكمان عشان يمتحن مشاعره، يشوف اذا كان لسه هيتأثر من الشعور بتاع الأغنية ولا هيكون اتعافى خلاص. وبعد ما بتغنيها بنلاقي الشغالين جايين يقولوله ان والدته تعبانة جدا، وانها محتاجة يعني مخبية عليه التعب الشديد اللي هي عندها، فهي محتاجة تسافر بسرعة عشان المرض كمان ما ينتشرش. واحمد بيروح لمامته وبيطلب منها انها تسافر سويسرا، وبتوافق لانها مطمنة عليه مع ايمان، وبتوصي ايمان انها ما تسيبوش على الاقل لحد ما ترجع، وبتديها سلسلة مصحف عشان يحفظها. بعد ما بتمشي والدة احمد بنلاقي فتحي بيستفرد بيه، بيجيب له الخمرة اللي هو بيحبها وبيشرب معاه. بتعترض ايمان فبيزعق لها احمد، فبتهدده انها هتمشي لانها كده هتبقى فشلت في مهمتها، لا هو عايز ياخد الدواء ولا بيبطل شرب. فبتديله المصحف بتاع والدته، بيقول لها طالما اديتهولك يبقى بتحبك وبتثق فيكي، فارجوكي ما تمشيش. فبتقوله انا يعني عشان ما مشيش لازم تسمع الكلام وتاخد الدواء وتقلل الشرب ده، حتى لو هتخليه بالليل بس لكن مش طول اليوم. بيسمع كلامها وبياخد الدواء، وفعلا ما بيشربش بالنهار، وبيتمشوا بقى في الجنينة شوية. وهم بيتمشوا بيكتشف احمد ان فتحي يعني مش مهتم بالجنينة، فيها اهمال كبير. وهم ماشيين كانت ايمان هتقع في حفرة، بيسندها، وبعد كده هو ماشي برضه هيقع في حفرة هو الاخر. فبيقول لها ان فتحي يعني افسد المكان تماما، وبيطلب منها ان هي تمسك ايده ويمشوا ماسكين ايد بعض عشان مفيش حد منهم يقع. وكمان بيطلب منها تطلب قصدي تبطل تقوله يا استاذ، وتقوله يا احمد على طول. وكل يوم كانوا بالنهار بيتمشوا مع بعض وبالليل بتقراله قبل ما تنام. بتشعر ايمان بالحب تجاه احمد، وبتنزل الجنينة كده تغني اغنية تكونش بتحب. بعد كده بتطلع اوضتها، لكن بتشوف فتحي مستخبي ورا الستارة، بتزعقله بتهدده بالفضيحة وبتطرده من الأوضة. بيخرج يلاقي حكمت بره وبتضحك عليه وبتشمت فيه، فبيضربها بالقلم
فبتتوعد انها تقتله ايمان. بعد كده بنشوف مشهد بعد ما الجنينة اهتموا بيها وبقت جميلة جدا، بيتمشى فيها احمد وايمان وبتقوله انها بقت جميلة. بيشكرها احمد، بيقول لها ان هي اصبحت عينيه اللي بيشوف بيها، وان هي خلت كل حاجة بقت حلوة من ساعة ما جت. وإيمان بتطلب منه السفر لمدة يوم واحد عشان ده عيد ولازم تروح تعيد على الدادة بتاعتها. بيوافق أحمد على مضض وبيقول لها يا ريت ان انتي ما تتأخريش عن المغرب. بتبتسم وبتقوله بس ممكن ارجع كمان بدري عن كده. بيقول لها ويا ريت كمان ما تروحيش خالص. بتقوله دي يوم واحد بس عشان العيد. بيقول لها طبعا دي اول مرة تبعدي عننا. قالت له هتكون اخر مرة. بتكتشف ايمان ان السواق اللي هيوصلها تعبان وان فتحي هو اللي هيوصلها. بتخاف ايمان لكن بتلاقي عبد المعطي جاي يروح معاهم. بيقول لها ان احمد هو اللي بعته عشان خايف على ايمان من فتحي. وبالليل بيجي بتتأخر ايمان جدا لحد الساعة 11. وبيكون طبعا احمد قلقان جدا وكل شوية يسأل عم منصور على الساعة. وبيتوتر جدا ان هي اتأخرت ويبقى عايز يروح هو يدور عليها. وبيكتشف احمد ان هو بيحبها جدا ومن قلقه عليها. بعد كده بنلاقي ايمان جات وبتعتذرله عن التأخير لانها كانت بتدور على دادا حليمة ومش لاقياها لانها غيرت مكان سكنها. بيوعدها احمد انه هيبعت ناس تدور عليها ويجيبها ويقول لها على مكانها يعني. بنلاقيها جابت هدايا لكل الناس اللي في القصر. حتى روي جابت له طوق وبتجيب لأحمد هدية ولاعة وبيفرح جدا بيقول لها عمر ما حد جاب له هدية. بعد كده بنلاقي حكمة عايزة تموت إيمان طبعا من غيرتها منها وهي خايفة على فتحي من إيمان. فبنلاقيها جايبة تعبان وبتحطه لها في أوضتها. أول ما إيمان بتدخل تنام روي بيشم ريحة التعبان وبيدخل جوه يقتله. إيمان بتشوف المنظر بتصرخ وبتجري على أحمد اللي بيجري عليها. بعد يومين بيحضر لها أحمد مفاجأة ان هو جاب لها دادا حليمة لغاية عندها في القصر. بتفرح جدا ايمان وبتحاول تبوس ايده. بعد كده بنلاقي عبد المعطي بيقول لأحمد ان الناس كلها حاسة ان هو ايمان يعني مرتبطين ببعض بيحبوا بعض ونفسهم يفرحوا بيهم. بيزعل احمد من الكلام ده وبيقعد يفكر كتير. بعد ما يفكر بتدخل ايمان عنده بيعاملها وحش جدا وبيقول لها انه بيحاول يخدعها يعني بيقول لها انه مثل عليها الحب وهو كان بيحاول يحبها لكن ما قدرش وانه هو يرجع لخطيبته القديمة بعد ما بعتت له جواب وعايزة ترجع له. فبتبكي طبعا وبتصرخ ايمان وبتقول له ليه عمل فيها كده. بيقول لها ان مفيش حاجة ببلاش وان هو حط لها 500 جنيه في البوسطة باسمها. طبعا بتبكي ايمان وبتقول له مش هاخد الفلوس دي. وبيقول لها بكره تنسي الكلام ده وهتاخدي الفلوس. قالت له انا مش بكره ولا حاجه انا همشي دلوقتي حالا. وبتجري عشان تحضر شنطتها وبتمشي هي ودادا حليمه. طبعا هو بيضحك عليها عشان مش عايزها ترتبط بيه وهو في الوضع ده من باب الشفقه يعني. بعد كده بيطلب احمد من عبد المعطي يجهز العربيه لايمان ودادا عشان هيمشوا وهيسافروا. فبيسألوا عبد المعطي ليه عمل كده فيها وليه كذب عليها او لان هو عارف ان هو بيحبها. بيقوله عشان تكرهني وتنساني وما تبقاش قاعدة معايا من باب الشفقة. فعبد المعطي بيحاول يعمل حيلة كده يبين لإيمان ان هو قد ايه احمد بيحبها. بيحاول ان هو تقف على جنب من غير ما احمد يحس. وبيكلمه بيستدرجه في الكلام عبد المعطي وبيقوله انها مشيت خلاص. فطبعا بيعترف احمد بحبه ليها وبيقول ان هو كان بيحبها لكن اضطر يعمل كده عشان ما تعيش معاه وهو في الظروف دي. فطبعا ايمان بتجري عليه وبتقوله ان هي ما حبتش حد غيره. بيكتشف احمد ان هي ما سافرتش ولا حاجه وان هي سمعت كل الكلام اللي هو قاله عليها. بعد كده بنلاقي فتحي جه وبيحاول يفسد اللحظه الجميله دي. بيتغاظ فتحي ان ايمان فضلت اخوه عليه. بيحاول يدخل على ايمان بالليل وهي نايمة لكن بتحس بيه وبتضربه. بتسمعهم حكمة وهي بتصرخ يعني ايمان بتصرخ وبتهدده. فبتطفي الانوار من بره وبتجيب سيخ الدفاية وبتضرب فتحي وتقتله.
لكن البوليس بيقبض على إيمان، بيفتكروها إن هي اللي قتلته، وبيتحكم عليها بالأشغال الشقة المؤبدة. لكن أحمد بيحاول يدور على الحقيقة عشان ينقذ إيمان. بيسمع أحمد خطوات بتراقبه، فبيحاول كده يتسمع كل شوية لغاية ما يعرف مين صاحب الخطوات. وهو بيطارد صاحب الخطوات دي بيقع على السلم، وده بيكون سبب في رجوع البصر ليه تاني. والدته بتفرح جدا اول ما بتلاقيه انه هو بقى يشوف، لكن بيطلب منها ان هي ما تقولش لحد عشان المجرم ما ياخدش حذره ويعتقد انه لسه اعمى لحد ما احمد يكتشفه. وهو ماشي بيتمشى هو وعبد المعطي، بيلاقوا الكلب بيكتشف في الارض فوطة مدفونة فيها دم، بيشمموها للكلب عشان يعرف صاحبها، والكلب بيروح على أوضة حكمت. بيحاول أحمد يدخل الأوضة يشوف أي حاجة، بيلاقي الصندوق اللي حكمت مخبية فيه أوراقها، وبيلاقي فيه عقد الجواز بينها وبين فتحي أخوه. بيتأكد إن حكمت هي اللي ورا الموضوع، فبيحاول يدخل لها بالليل يقول لها طبعا هم مش معرفها إن هو بيشوف. بيكلمها ويقول لها إن الفوطة دي بتاعتها، الكلب لقاها، وإن عقد الجواز ده بيوريه لها، بيقول لها إن ده عقد الجواز بتاعك. وبيقول لها انه هيروح للبوليس بكرة الصبح يقول عليها ان هي اللي قتلت. فطبعا اول ما بتسمع كده بتحاول تمنعه، فبتجيب السيخ وتحاول تقتله، لكن المفاجأة انه بيمسك ايدها، فبتتفاجئ انه هو بيشوف. وهنا بيتدخل البوليس وبيقبض عليها. وبعد كده بتطلع إيمان من السجن وبترجع مع أحمد على القصر، وبينتهي الفيلم نهاية سعيدة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.